الفيديو ده قصير جدًا وهاقول لك فيه على تحدي ال30 يوم اللي هنبطّل فيه سوشيال ميديا وأغاني وأي عادة تالتة أنت شايف إنها معطّلاك. أول حاجة السوشيال ميديا لو أنت مش مستفيد منها ماديًا أو بتصنع عليها محتوى امسحها فورًا، زي الفيسبوك والتيك توك والإنستجرام، دي كلّها حاجات بتضيّع وقتك ويومك وأنت مش مستفاد منها أي حاجة، غير اللي أنت عمّال تقرا أخبار يمين وشمال ما لهاش أي لازمة وما لهاش أي فايدة بالنسبة لك. ده غير كمان إن أنت ممكن تقرا خبر وِحِش والّا حاجة ينكد عليك ويقفل لك اليوم من أوّله وأنت مش في إيدك أي حاجة تعملها، فلازم تمسح سوشيال ميديا لو أنت مش مستفيد منها ماديًا، ولو أنت بتصنع عليها محتوى فأنت مطلوب منك إنك تخش تنزّل الفيديو اللي أنت هتنزّله وما تفتحش البرنامج تاني، والكلام ده حتى على يوتيوب، مش هتستخدم يوتيوب غير مثلًا لو أنت بتستفاد منه في كورس إنجليزي أو أي حاجة تانية أنت بتتعلمها، غير كده ولا محتوى ترفيهي ولا أي محتوى تاني، لو محتوى مش هيفيدك ما تشوفوش، وأفضّل لو أنت عايز تعرف معلومات أو تعرف أي حاجة اقرا كتب في الفترة دي، أنت هيبقى معاك وقت كبير جدًا إنك تقرا كتب وتاخد فعلًا المعلومة من المصدر الصح، وبتفاصيل كتير جدًا. وتاني حاجة وهي الأغاني، لإن الأغاني مليانة كلام بيأثّر على عقلك اللاواعي وبيخلّيك كده تتصرّف بناءً على الكلام اللي أنت بتسمعه، سواء مثلًا أغنية حزينة فأنت بتبقى حزين، أغنية فيها شبحنة بقى والشغل ده فأنت بتبقى عايز تمسك في طوب الأرض تتخانق معاهم، ده غير طبعًا إن الأغاني فيها شتايم والكلام ده فما لهاش لازمة ولازم توقّفها لإنها فعلًا بتأثّر على عقلك. وتالت حاجة لازم تبطّل أي عادة أنت شايف فعلًا إنها بتستنزفك وبتضيّع وقتك ومجهودك، أنت فكّر مع نَفْسك كده وشوف إيه أكتر حاجة فعلًا مضايقاك وبتضيّع لك يومك ووقتك وبطّلها، جيب ورقة وقلم واكتب كل حاجة في دماغك وشوف إيه أكتر حاجة فعلًا معطّلاك وبطّلها فورًا، وبس كده. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات مين اللي هيعمل معايا التحدي، ولو أنت قررت إن أنت هتبدأ معانا التحدي ده فأنا حابب أقول لك حاجة واحدة، فكّك من الحاجات اللي في دماغك دلوقتي وبتقول إن أنت مش هتعرف تعمل التحدي ده، التحدي ده سهل جدًا، أنت بكل بساطة مثلًا أنت بتتفرّج على يوتيوب والّا بتتفرّج على أي حاجة وبتقعد لوحدك وبتاكل وبتشرب لوحدك قدّام التليفون، أنت بكل بساطة هتبدِّل ده مثلًا وقت الأكل اللي أنت هتطلع تتفرّج على التلفزيون مع أهلك برّه وتاكل معاهم، ده هيخلّيك بدل ما أنت قاعد على طول قدّام شاشة تتفرّج عليها، لأ هيخلّيك تقعد مع أهلك وتتعامل وتتكلّم، بدل وقتك اللي أنت عمّال تضيّعه في سماع الأغاني برضه والتقليب على السوشيال ميديا بلا هدف، انزل اقعد مع أصحابك، روح العب كورة، اتعلّم أي حاجة تفيدك، خُد أي كورس، العب رياضة، اعمل أي حاجة مفيدة، يا عم اتفرّج على ماتشات كورة، أنا ذات نفسي باتفرّج على ماتشات كورة، لكن ابعد عن التليفون وابعد عن السوشيال ميديا قدر الإمكان، وبس كده. وما تنساش تشوف الفيديو اللي فات اللي فيه 8 حاجات لو أنت عملتهم فعلًا حياتك هتتغيّر، وده برضه هيساعدك اللي أنت تملى الفراغ اللي عندك وتحط عادات إيجابية في حياتك بدل العادات السلبية اللي أنت هتبطّلها، وبس كده. ما تنساش لايك وسبسكرايب للقناة وسلام.